فعليا ما كل شيء بنسمعه لازم نصدقه، ويمكن هاي القصة مخترعتها البنت لتطلع ترند، وفعلا هي طلعت ترند. يعني هلا هي محتلة كل التواصل الاجتماعي. يعني ممكن هالقصة تطلع كذب، يمكن تطلع البنت صادقة، انا ما عمول البنت كذابة، بس المشكلة انه ما في طرف تاني نسمع منه، ونحن عم نسمع بس من طرف واحد. ليش ابوها مثلا ما طلع حكي؟ ليش امها ما طلعت حكي؟ ليش خالتها مرت ابوها اللي عم تدعي عليها ما طلعت حكي؟ السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم عم تتابعوا هذا الفيديو. اهلا وسهلا فيكم بقناة اخوكم المتواضعة. اذا كنتوا حابين تكونوا عضو من هاي القناة ما عليكم الا تشتركوا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شيء جديد. بحكي عن كل الترندات وقصص صايرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كل شيء رح تشوفوه بهاي القناة. قصة بتحكي عن بنت من اصول اردنية ساكنة بامريكا ومتجوزة وعندها بنت. هاي البنت اسمها لين، بتحكي من لما ابوها تجوز امها وجابوها على الحياة، بعدين ابوها طلق امها وتجوز خالتها مرت ابوها. عم تحكي قصتها من لما كان عمرها 4 5 سنين. حسب ما عم تقول بالفيديو انه هي بعد ما تعافت نفسيا هلا لا قدرت تطلع وتحكي. واسم خالتها مرت ابوها نجاح بن حمد او نجاح بني حمد، خلوا هالاسم ببالكم. بوبو شار وعصير وأشياءكم الزاكية، ويلا نبدأ بالحلقة الأولى من سلسلة عن العهر أتحدث نجاح بني حمد. أول إشي هون لين عم تقلنا جيبوا البوشار والعصير تبعكم، لانه رح تحكي لنا قصة كتير حلوة مشوقة. يعني شوفوا من تقدمة القصة مبين القصة حزينة. طبعا يا جماعة لين الله يرزقها ويرزقنا ويرزقكم، كانت يعني عندها شي 500 ألف لما بلشت تحكي قصتها. هلا صار عندها مليون ما شاء الله، بيومين طبقت المليون. ملكن المخلوقة طالعة ترند، ونجاح بني حمد يعني يا لطيف كل العالم صار عم تحكي فيها. فاتت نجاح بني حمد مع نجاح بنته لحماد. بني حمد. نجاح بني حمد. مثل نجاح بني حمد. الجوحة طلعت معنا بنته لحماد. نجاح بنت حمد أحلى من نجاح بني حمد. نجاح بني حمد. سيرة نجاح بني حمد مثل ما سمعتوا متلازمة نجاح بني حمد كل عم يحكي عنها، والقصة طالعة ترند، ولين عم تحكيها بشكل مشوق. يعني كل يومين في فيديو ومعه كتاب أسود وبتطلع كل شيء فيه. هذا سموه الكتاب أبو الحكاية. يعني ما بتعرفوا إذا بكرة بعد يومين بتطلع قصة تانية، الله أعلم. خلص مسكت الدفتر وبتبلش تحكي كل شيء. نعرف مين نجاح بني حمد. نجاح بني حمد طليقة أبوي، يعني مرت أبوي السابقة، وخلينا نشوف نجاح وهي نفسها بتصرح إنها مطلقة. هذا الفيسبوك تبع نجاح، وشوفوا هون divorced، يعني هي بنفسها مصرحة إنها مطلقة. وبما إنه إحنا على صفحتها بدي أوضح لكم إنه أنا وياها مش فريندز، مش مضيوفين عن بعض. والصور اللي أنا جبتهم من صفحتها أهو، عاملة صفحتها عام والصور عام. يعني إيش؟ يعني متاح للجميع. هذا بيعني إنه طريقة اقتنائي لصورها مش إشي لا أخلاقي ولا وعلين هون عم تعرفنا على خالتها مرت أبوها اللي هي نجاح بني حمد، وصارت معروفة. عم تفرجينا الصورة وهي عم تقول إنه أنا ما جبت صورة أو سرقتهم أو شيء، إنه هي كاتبة مطلقة وحاطة صورة على الفيسبوك وصور متاحة للجميع. شو هاي قصدها ما بعرف، الله العليم. أو نتبلع العالم. مين بلشت تتلحس وتتملس؟ نجاح بني حمد. بابا وقتها كان كتير 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 وسيم، يعني حتى أنا لما أشوف صوره هلا ولهلا بابا كتير حلو. المهم بلشت نجاح تتقرب من عماتي، وهذا على حكي شوي كتير. بعد ما بلشت تتقرب نجاح سألت طب ليش ما تفكروا بنجاح؟ ما هي نجاح موجودة. يعني حاولت جبكن مختصر القصة، يعني هو في 4 أجزاء. هون المخلوق عم تحكي إنه أبوها بده يتجوز وأبوها دارس. ولا تنسوا ركزوا على كلمة وسيم، يعني أبوها وسيم يعني حلو. المهم هاي المخلوقة اللي اسمها نجاح صارت تقرب من عماتها قبل ما يتجوز امها وقبل ما هي تولد. يعني هي عم تحكي قصة ما قبل ولادتها. عرفتوا كيف؟ مين حاكي لها اياها؟ الله اعلم. فالزلمة بده يتجوز، فهاي المخلوقة سمعت قام راحت امها لنجاح، صارت تحكي مع اهل ابوها لين، صارت تقول لهم عندها بنتي ليش عم تتجوزوها وكل العالم تتمناها. يعني عم تدلل على بنتها هي. يعني هاي الطريقة كلها كمان منيحة انه حدا يروح يدلل على بنته. المهم قالت لهم سمعت عنكم ابن بدك تزوجوه، ليش ما بتاخذوا بنتي نجاح ومنحط خبزاتكم على جبناتنا، والعكس تمام. بس سمعة نجاح معروفة بالحارة. طبعا شو كانت سمعة نجاح؟ سمعة نجاح وقتها انها كانت متطلقة من زوجها اسبوع. بدي اسمي هاد زوجها عمران لانه انسان محترم وانا حكيت معه، فبدي اسميه عمران عشان احافظ عليه. كانت متجوزة واحد اسمه عمران لاسبوع واحد وطلقها. ليش طلقها يا لينا؟ طلقها لانه كانت بتحب واحد اسمه قيس، وهم رايحين على لا بعرف انه انتم مالكم عم تستوعبوا، فلذلك الامر فايتين على الفيديو عم تحضروه. انا عم اختصركم الامور لانه هلا اذا بتروح تحضروا قصتها للمخلوقة بدكم شهر ما بتخلصوا. في كتير اجزاء المخلوقة عملتهم مسلسل ارطغرل، عرفتوا كيف؟ 1000 حلقة. بعد ما قالت لهم اما لنجاح بني معروف انه ليش ما بتتجوز بنتي، قالوا لها عماتها للينا، قالوا انه بنتك مسموعيتها مانا منيحة
طيب ليش يا مصطفى؟ انا بقولكن ليش. لانه هاي نجاح بني متجوزة مطلقة بعد اسبوع. ليش طلقت بعد اسبوع؟ ليش؟ لانه حبيبها القديم تواصل معاها، وجوزها المتجوزة له اسبوع كشفها، يعني هي عم تخونه بعد اسبوع من زواجهم. عرفتوا كيف؟ اذا ما عرفتوا بعين الله، بس انا عم حاولكم فهمكم قد ما فيني، وانتوا فتحوا مخكم لانه القصة معقدة شوي. المخلوقة مطلقة بعد اسبوع ومسموعياتها مانا كويسة، عندها عشيق قديم والله يستر. المهم دوروا له على عروس ولاقوا له امي وماما وبابا تجوزوا. طبعا ليش حكيت لكم هاي البداية؟ لانه هاي البداية كثير مهمة لقصتي انا. يعني هلا توضح لي ليش لما كانت تضربني ضرب مبرح كانت تحكي لي ول عليكي شو بتشبهي امك. اتريها غيرانة من امي لانه امي تزوجت ابوي واعترضوا عليها عشان سمعتها. عرفتوا؟ فلينا عم تقول بعد بحثا طويل ودام لكذا سنة لقوا امها، لانه امها سمعتها منيحة وحلوة كتير ووسيمة مثل ابوها لانه وسيم. طبعا ما حدا بيقول عن زيت واكر. المهم يعني نجاح حاقد عليها، نجاح بدأ عليها من لما كان ابوها عزابة وبده عروس وما اخذوها لانه سمعتها ما أنا كويسة. والله عندي قصة بتبكي الكلب، اذا هلا بحكيها يمكن 100 مشاهدة ما تجيب لها. هي جابت لها القصة مليون بيومين، مليون متابع يا جماعة. كأنه 100 متابع، انا يمكن 100 مشاهدة ما يجي. اتركوها لله يا جماعة خلص. نجاح بني حمد وقتها كان عمرها بحدود 28. امي كانت صغنونة قطقوطة من عيلة محترمة محتشمة. امي لليوم تلبس حجاب، لليوم ما عندها وسائل تواصل اجتماعي. يعني امي ما عندها لف ودوران على عكس نجاح بني حمد، وهذا الاشي ولع نار الغيرة بقلبها بزيادة. هلا نحكي عن البيت اللي ماما كانت ساكنة فيه مع بابا اول زواجهم. هم خلوها لساتها عم تمدح بامها وان امها حلوة وان امها محافظة. يعني بعكس لينا، ما بعرف لينا ليش ما انا متحجبة اذا ما متحجبة، ليش ما انا مسترة ايديا اذا يعني، وعندها فيديوهات كله بالقصير تقريبا. عرفتوا كيف؟ فانا بعترض على هاي الشغلة، انه انت كبنت مسلمة لازم تتبعي اهلك. ما والله بس يصير عمرك 50 سنة تلبسي حجاب وتستري اجريك وايديك. عرفتوا كيف؟ موضوع تاني بنحكي عنه هذا. بس هلا عم تحكي عن امها وابوها. على ابوها وبتضربني انا. قولها مشان الله اضربيني بس وطي صوتك وطي صوتك عشان بنات الجيران ما يسمعوا وما يتنمروا علي بكره بالمدرسه. يوم ما ابوها مات الله لا يرحمه مسكتني وحطتني على الارض وضلت تشوط فيي الشلاليت. انا جسمي الصغير مسكت شعري من هون وضلت تخبطه على الغساله. كان عمري 12 سنه. ضلت تخبطه بالغساله للدم فرفر بكل مكان وانا اصرخ وهي تصرخ. هون لينا عم تحكي احدى المواقف اللي صارت معاها. يعني يا جماعة صعب الواحد يحكي هيك موقف، بس يعني من حرقة قلبها عم تقلها عم تضربها وتاكل قتل. عم تقلها بس ان شاء الله وطي صوتك كرمال جيراني ما يسمعوني وبكره يعيروني بنات جيراننا بالمدرسة وهيك. عرفتوا كيف؟ من هاي الامور يعني تاكل قتل رضيانة هي، بس انه الخجلة كمان بالمدرسة لسه يعيروها. وعم تحكي انه كانت تمسكها من شعرها وتزتها بالحيط. عرفتوا كيف؟ يعني التعذيب والعنف في الواحد وهو صغير كتير صعب يا جماعة. شيكوا عن الحكي اللي حكيناه بأول فيديو. بس يا جماعة الانفصال الأب والأم عن عمر صغير للولاد كتير صعب، ما بيدمر غير الطفل. يعني الأم بتروح تتزوج والأب بيروح بيتزوج، بس اللي بيتدمره الأطفال. ومثل ما شايفين يعني هاي هي اللي أكلتها حسب كلامها. احنا سمعنا مختصر القصة، بس القصة يعني لسه ما خلصت. عرفتوا كيف؟ يعني ما فينا ننهيها، ما فينا نعرف شو السبب لحتى تنزل هي باقي الأجزاء. واذا كان في تفاعل على هذا الفيديو رح اعمل جزء تاني ان شاء الله، ورح اترك الموضوع لكم تتناقشوا بتعليقات، ورح اقرا كل تعليقاتكم. لانه انا من تجاهي يعني ما بعرف يعني رايي، يعني لسه ما سمعت الطرف الثاني. عرفتوا كيف؟ ما بعرف اذا هاي القصه بس كرمال الترند او تطلع المخلوقه، فما فيني اعرف اذا كذب ولا صح. عرفتوا كيف؟ الموضوع انتوا لكم وبتعرفوا اكتر. يعني قال كذا راي احسن من راي واحد، صح؟ وإذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا له مشاركة مع أصدقائكم على كل المواقع التواصل الاجتماعي. لا تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شيء جديد، حتى إذا في جزء تاني يوصلكم، وتحطوا لايك ليرتفع الفيديو. بشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.